ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم عبد الرحمن هشام وفيديو جديد. مش ريفيوهات ولا حاجة، لا يعني هو فيديو لحد لما ارجع تاني السيت اب، لان انا عايز استمر على اليوتيوب ان انا انزل كل يوم الساعة 6. فالفترة اللي فاتت مفيش مكان اصور فيه، بقى عيلة وعيد وبتاع، فبصور اي حاجة دلوقتي، مش اي حاجة قوي برضو، ومن غير مونتاج، من غير اديت، من غير اي حاجة، وببلش. فيعني لحد يوم الحد هفضل كده. النهارده فيديو بس بتكلم عليه على ابلكيشن اسمه بري بلاي. ده ابلكيشن لقيت اعلانات عنه على الفيسبوك وكده، بيقول لك اللي انت ممكن تتعلم انجليزي او تتعلم اي لغه بشكل عام. طبعا الموضوع حلو جدا، خصوصا ان انا شخص بكسل ان انا اروح يعني كورسات او ايا كان، وبزهق منها والكلام ده كله، وبرضه بكسل ان انا افتح الكورس على الاونلاين. فانا محتاج ممكن يكون ابلكيشن انتر اكتف. دخلت سجلت، لقيت فعلا في مدرسين والدنيا تمام، وبتختار حاجات وبيعاملك حتى كمان بالمصري بما انك في مصر. المشكله اللي انا واجهتها في الابلكيشن ده، هي مش مشكله ليها علاقه بالابلكيشن، ليها علاقه بالمصريين اللي موجودين في الابلكيشن. اللي هو ايه بقى؟ ان دلوقتي لما جيت اختار ان انا عايز اتعلم انجليزي، اخترت مصر وانجليزي، وبشوف الرينج. مصر بادئه من 600 جنيه. المصريين حاطين رينج من 600 جنيه. في المقابل لما اخترت حد بيتكلم نيتف اللغة الأم بتاعته في أمريكا، لقيت إن هو بادئ من 300 جنيه، 330. يعني الشخص اللي قاعد في أمريكا بيتكلم إنجليزي اللغة الأم عنده بياخد $5، وأنت مصري حاطط تقريبا 10-11 دولار. ونرجع نقول مثلا اصل ما فيش، اصل مش عارف ايه. هو الشخص بادئ صح، النهارده هو بيتكلم $5، بيتكلم بعد كده $6 ياخد ريت اعلى، انت لسه ما فيش وبدأ لي ب 500-600 دولار. فبعد اذنكم يعني حاولوا تظبطوا الرينج شويه، حاولوا تخلوا المصريين يروحوا عليكم انتوا بشكل عام. اصلا ما فيش مصري هيعلم حد غير مصري. يعني ما اعتقدش ان الافغانستاني هيحب يتعلم انجليزي من ايد مصري. ممكن يتعلم عربي، لو انت يا عم عايز تتعلمه عربي مفيش مشاكل، بس يعني انا دلوقتي انا مصري عايز اتعلم انجليزي هروح لمصري، تمام. لو لقيتك غالي هروح للانجليزي وهتكلم معاه بلغه الاشاره وبتاع عادي. يعني الرابر دلوقتي بقى صم بكم، يعني فمفيش مشاكل معاهم. فده كان ريفيو سريع على الابليكيشن. طبعا كده كده هعمل له ريفيو في الاد بلوجر. فنشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله، والسلام عليكم.